كفتة الرز بتاعة العيد في البيت من غير كبة ولا مفرمة. هقولكوا ازاي تطلع معاكوا طرية وناجحة وما بتلزقش في الايد، ومش هنحتاج اي حاجة، وكل حاجة موجودة في البيت. واهم حاجة كمان من غير لحمة جملي. الكفتة الرز مش لازم تتعمل بلحمة جملي. تعالوا اقولكوا ازاي. اول حاجة خالص بنجيب الخلاط، نحط فيه البصل، توم، ونحط فيه شبت وكزبرة وبقدونس، وما بنحطش بقدونس كتير عشان بيغمق الكفتة، ونحط ملح وفلفل اسود وكمون، والكلام ده كله في الخلاط. والسر كله بقى في نص كوباية مية كده، نزودهم على الخلاط ونفضل نضرب ضربات متقطعة ونقلب كده كويس لغاية ما تلاقوا الخليط معاكم بقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. عايزة اقول لكم بيبقى شبه العصير كده الاخضر زي ما انتوا شايفين كده. اللحمة بتاعتنا لحمة مفرومة عادية، جاموسي او بقري، او لو عايزين تستخدموا جملي براحتكم، بس انا بعملها بجاموسي وبقري، وعمري ما عملتها بالجملي. وحطيت عليها الخليط بتاعي، وحطيت دقيق الرز المطحون. ممكن تشتروه جاهز وممكن تعملوه في البيت. لو عايزين طريقته ازاي بيتعمل في البيت اكتبولي. بعد ما بعجنها بايدي كويس قوي بيبقى منظرها زي ما انتوا شايفين كده، بصبعها وبعد كده اقليها في زيت وخلاص تطلع معايا كفتة الرز. وطبعا بقى تعملوها في الصلصة بتاعتكم زي ما انتوا عايزين، وبالهنا والشفا.